مساء الفل عليكم، وحشتوني. النهارده وصفتنا جميله موفره، شكلها حلو قوي وطعمها احلى. مش هتكلفنا كتير علشان خاطر هي بصراحه بتتعمل بجوانح الفراخ. نبعت نشتري جوانح فراخ، الكيلو تقريبا ب60 جنيه. الكمية اللي انت عايزاها اعمليها بتتبيلة سهلة بسيطة، هتطلع معاكي نتيجة حلوة جدا جدا. الوجبة دي بره غالية وهي تكلفتها بسيطة جدا. تقدري تحطي معاها وهي بتستوي جوانح بطاطس، تطلع حلوة جدا جدا. ممكن تعمليها كده جنب شوية رز او بطاطس محمرة. يعني هي وجبة سريعة وموفرة، مش مكلفة، وكمان طعمها خطير. يلا نشوف هنعمل وصفة مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة تبقى راضياكي جدا جدا جدا. الأكلة دي من أحب الأكلات للأطفال وحتى للكبار، بس الأطفال بيعشقوها. وبصراحة هي أكلة مختلفة وسهلة وموفرة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بأبسط طريقة. لازم نغسل الجوانح بالشكل ده، تبقى فلة كده. والجانح نقسمه نصين. الجانح عبارة عن جزئين، الجزء اللي شبه الدبوس والجزء التاني ده. نقسمه كده ويبقى مغسول ونضيف بالشكل ده. تمام. تتبيلة سهلة وبسيطة جدا، هتديكي تيست وطعم عالي جدا. يلا نقول بسم الله ونجيب بولة كده. عندي ملح، فلفل اسود. انا بحب الفلفل الاسود في الاكلات دي يبقى كتير بصراحه، فهحط معلقه ونص. هحط برضو معلقه ونص من البابريكا المدخنه. عندي فلفل حار اللي هي القرون الصغيره وانا بطحنها كده. مش عايزه اقول لكم دي بتدي طعم قد ايه خطير للحاجات اللي عايزين نعملها شبه التشيلي صوص. اهو هنحط كده معلقه كبيره مليانه عصير ليمونتين كبار او معلقتين كبار مليانين من الليمون. معلقتين توم مفرومين وتوصي شويه بالثوم، الاكله دي بتحب الثوم قوي. معلقه معجون صلصه الطماطم، معلقه من عسل النحل. اخر مكون عندي هنا معلقتين من زيت الذره او عباد الشمس او الزيتون، زي ما تحبي. يلا نقلب الخلطه دي كويس قوي. الخلطه اهي زي ما انتم شايفين كده، سهله جدا، مفيش فيها اي حاجه. هبدا انزل بقى بالجوانح العظيمه دي في الصلصه او في الصوص. عندك 3 طرق لانك تسوي الجوانح النهارده. ممكن تحطيها في كيس حراري وتدخليها الفرن، وممكن تحطيها في صاج من بتوع الفرن تفرديها كده عشان تبقى زي المشويه برضو في الفرن، او نحطها في الاير فراير. وانا النهارده هعملها في الاير فراير. انا النهارده هسيب التتبيله دي نص ساعه لان احنا هنتغدى بيها. بصوا يا جماعه المنظر خطير ازاي. تتبيله عظيمه وسهله وغير معقده، يعني الموضوع بسيط جدا. نسيبها تتبل ونشوف هندخلها الاير فراير وهيكون شكلها ايه جوه الاير فراير. وهنسيبها في الاير فراير تقريبا 25 دقيقه على درجه حراره 200، وفي الفرن هنسيبها 30 دقيقه على درجه حراره 180، وفي الكيس الحراري لحد ما تلون معاكي وتلاقي شكلها استوى بقى حلو. يلا نشوف بعد ما تقعد في التتبيله كده ونحطها في الاير فراير هيبقى شكلها ايه. حطينا زي ما انتم شايفين كده الجوانح في الاير فراير. عندي الصوص اللي نازل من التتبيله، شايفين التتبيله فظيعه ازاي. هاخد منها كده واحط على الجوانح من فوق. ويلا نقول بسم الله ونبدأ. الجوانح استوت، شايفين اللون فظيع ازاي. اللون خطير خطير على فكرة. اما بتتعمل في الفرن برضو بتطلع باللون ده، واما بتتعمل في الكيس الحراري برضو بتطلع باللون ده. التتبيلة مع العسل مع الشطة والصلصة كل الحاجات دي عاملة لها لون حلو، مع التحمير بقى والشواية تتفتح في الفرن هتطلع جميلة قوي كده. دي كانت نتيجة الاير فراير. وبجد الوصفة سهلة جدا. تكلفة الوجبة دي تكلفة بسيطة، يعني احنا مش محتاجين نصرف كتير عشان نطلع طبق حلو قوي كده. اتمنى تكون الوصفه سهله عليكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا شير ولايك، وتابعوني على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح.